السلام عليكم. معاكم احمد قطب. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلقه انا بعملها بعنوان رساله لكل المحبوسين. في ناس محبوسه كتير طبعا في الاسهم وبقى لها فتره كبيره، ممكن سنه. خلينا نتكلم في القريب اللي هو كانت الطلعه الاخيره ودخلت والسوق نزل واتحبست وفضل فتره كبيره. انا هوجه ليهم رساله بسبب بوست انا شفته قريب، ان في شخص محترم دخل قال انا النهارده بعت ابو قير تقريبا او موكو بخساره 200,000 جنيه، وكنت شاريه وعامل متوسطات حوالي 70 جنيه. والناس طبعا دخلت ما بين بتقول له ادخل اشتري من تحت، واللي بتقول له بعت ليه، واللي بتقول له انت غلطان، واللي بتقول له مش عارف ايه، كل واحد حسب رؤيته. انا عايز بس اوجه رساله للناس اللي هي محبوسه وخسرانه ارقام كبيره. خلينا نتكلم بالعقل، خلينا نتكلم بالعقل. انا معايا سهم، خلاص اللي حصل حصل واتحبست فيه وخسران فيه 30 40%. امتى احتفظ وامتى اقول يعني الموضوع فعلا هيخسر جامد ولسه؟ ببساطه اجي هنا في جوجل في البحث، اكتب اسم السهم مثلا سهم اوبرلاند، هيديني مباشر، موقع مباشر. خلينا نتكلم اسم موقع، هروح فاتح موقع مباشر. خلينا نتكلم بشكل عام. موقع مباشر ده هيبتدي يديني فيه، ابتدي اقرا عن السهم اللي انا فلوسي، ابتدي اقرا عن السهم اللي انا شاريه، اشوف بقى السهم ده ارباحه السنه اللي فاتت كانت كام، وارباحه السنه دي كام. طب بتزيد، طب خير وبركه. اشوف القيمه العادله للسهم ماشيه ازاي، اشوف الاستحواذات، الاعلانات، اخبار السهم، اقعد اقرا كام شهر اللي فاتوا السهم كان ماشي ازاي. اسال حد محلل مالي، السهم والشركه دي عامله ازاي. لو انا عندي شركه محترمه قويه ارباحها معروفه وموجوده على ارض الواقع، يعني مش تحت بير السلم، ولا فاتحين شقه وبيضحكوا عليك بكلمتين، ولا تحت التصفيه، ولا مش عارف خسرانه، ولا مشاكل، ولا قايمه دال، ولا كل الحوارات دي. سهم طبيعي جدا، طلع مع البورصه ونزل مع البورصه، يبقى تاني البورصه ما تطلع هيطلع وما تنزل هينزل. يبقى انا الصح ايه؟ مش طبيعي ان انا خسران 30 40% واروح ابيع. هو في وقف خساره بعد 30 40% يا جماعه؟ امتى بيع بقى 30 40%؟ لو انا دخلت في سهم جيمه، سهم من الاخر نصبايا، ممكن يقعد سنين وما يطلعش بدون ذكر اسامي. يبقى انت دلوقتي قدامك الحل، يا اما تسيب السهم بقى وخلاص وتعود ربنا لحد ما يطلع تاني انت وحظك، يطلع معاك بقى، يطلع مع الورثه، يا اما خلاص ببيع السهم بخسارتي واطلع واستعوض ربنا واحاول اعوض في ايه، في اسهم تانيه واتعلم بقى ان انا ما تخش تاني اسهم ملهاش تحت بير السلم تاني. لكن حضرتك لسه شاري سهم قوي ماليا زي اسهم بتروكيماويات، مش طبيعي انت تبيع بخساره 200,000 جنيه. انت مش بتلاقي الفلوس دي في الارض ليه؟ حرام، مش طبيعي. ليه؟ احنا قلنا 100 مره يا جماعه، اللي يدخل في بورصه يدخل بفلوس مش محتاجها، ان البورصه ما عايزه صبر. مش طبيعي ان حضرتك تبقى آه، داخل بمبلغ كبير في البورصه وتشتغل مع نفسك وانت مش فاهم حاجه في البورصه. الجا لشخص متخصص، الجا لمدير حساب متخصص، ارجع لشركه محترمه وادفع فلوس عشان تاخد خدمه. مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عموما يا جماعه. يعني ما تجوش، يعني ما تستخسروش، يعني ما تجيش تعمل تورته وترمي عليها تراب، ما تجيش تستخسر في الاكله قرش ملح وتبوظها. يبقى انا دلوقتي لو انا معايا شركه محترمه مدير حساب محترم بساله، بقول له الوضع ايه، في الغالب هيقول لي لا اصبر احنا خسرانين كتير، نصبر، مش محتاجين ايه نبيع دلوقتي ونخسر الخساره الكبيره دي. وعن تجربه شخصيه، في عملاء عندي محبوسه وكانت خسرانه كتير، طلبت منها فقط ان خلاص وقت البيع ده انتهى والاسهم قويه جدا مليان، خلينا ننتظر. احنا انتظرنا والحمد لله تقريبا، يعني في محافظ كيتت ومحافظ كسبت ومحافظ لسه. ف لكن كاجمالي بدل ما انا شاري سهم قوي ماليا وببص وبتابع اخباره، مفيش حدث جوهري يطلع يقول ان السهم ده هيروح في داهيه، خلاص احتفظ بيه. انا فعلا في خسران على حسب المبلغ، طبعا 5% 10% مثلا. في واحد مثلا
معاه مليون، شارب مليون جنيه وخسرت 10% 100000، لكن واحد شارب 10000 وخسارته صغيره. فدي طبعا هتختلف من شخص لشخص، بس انا بقول كامثله. بس مش طبيعي ان انت تبقى خسران 30 40% وفي سهم قوي ماليا، وفي سهم البورصه ترد ترجع تقول دلوقتي انا خلاص ايه هبيع. ده حرام. انا عايز اوجه رساله يا جماعه، الجأوا للمتخصصين قبل ما تاخدوا قرار زي كده. لو حضرتك حتى مش شغال مع حد، الجأ لحد وقول له انا عايز استشاره مقابل مادي. مفيش مشكله، مش عيب. روح لمدير حساب محترف، روح لمحلل مالي محترف، قول له ايه وضع السهم، هستنى كام، 6 شهور، 7 شهور، سنه، مش السهم ده مش هيطلع تاني، إيه المشكله؟ لو حضرتك مش هتقدر تقرا وتعمل سيرش وتذاكر وتعرف ايه اللي في الدنيا في السهم، مش عيب. انت خسران 200000 كنت خليهم 210. انا خسران، لا روح حط 10000 جنيه مثلا، هديك مثال مثلا، لمحلل مالي مثلا، او مدير حساب، او شركه سمسره، او اي شخص مسؤول. قول له الفلوس دي مقابل ان انت تتابع لي السهم، ان انت تقول لي مثلا، بديك مثلا مثال، اديله 1000 جنيه، اديله 20 جنيه، اديله زي ما اتفق معاه. المهم ان حد لما تيجي تاخد قرار زي كده مصيري، ما ينفعش تاخد القرار ده من نفسك كده عشان انا زهقت، عشان مش عارف الناس بتقول ايه. لان السوشيال ميديا او الاهواء الشخصيه لا تصلح للقرارات الماليه. دي كانت رسالتي بس للناس، وربنا يفك حبس الناس كلها ان شاء الله، والناس كلها تعوض باذن الله، وربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله. اتمنى اكون فدتكم. أنا بقول وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن التحليل الفني وعن التحليل المالي وعن اي حاجه تانيه. دي وجهه نظري الشخصيه كمتداول، قبل ما ابقى محلل فني او مدير حسابات للعملاء او اي شيء. انا بتكلم عن واحد بيبقى تعبان في الفلوس وحرام الفلوس دي تدفع. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان مفيد ليكم. لو عجب الفيديو اعمل لايك، واعمل سبسكرايب في القناه، وشير الفيديو، واكتب لي تحت في التعليقات لو عندك اي تعليق. كان معاكم احمد قطب، محلل فني في البورصه المصريه وعضو الجمعيه المصريه للمحلل الفني. السلام عليكم.